انزل يا نور اسرق، انزل اسرق يا نور عشان تكفي طليقتك وتكفي العيال وعشان زوزو ترتاح. ايه يا غاده عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله. ما بتجيش ليه يا بنتي؟ اهو بنتي انت عارفه بقى الوقت والمشاغل والعيال والدروس وكده. إيه دي منى جايه دلوقتي. يا شيخه اتصلت بيا. ما قلتليش ليه طيب؟ انا ما اعرفش والله، انا دلوقتي لقيتها بتتصل بيا. ليه في حاجه ولا ايه؟ البيت عندك خير يا رب. اطلع لك، ما اعرفش دلوقتي تيجي ونشوف. خير، هي وراها حاجه غير هتقولك المصاريف ومش المصاريف؟ ربنا يعزها على خير. ربنا يعينها. اهي جت اهي. ربنا يعينها على اللي هي فيه. ايه يا منى عامله ايه يا زوزو؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ تعالي اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا منى؟ ازي يا غدا؟ عامله ايه؟ الحمد لله. دي منى عامله ايه؟ انت ما عامله جبتيش ايه؟ العيال معاكي ليه؟ ايه؟ لا عشان الموضوع اللي انا هتكلم فيه ده مش هينفع العيال تبقى حاضره فيه. خير يا رب. ايه من خير مال؟ بصي يا زوزو، انا جايه لك بعد يعني ما تعبت خلاص، مش عارفه اعمل ايه، يعني مش لاقي حل، يعني يا ريت تكلمي اخوكي. ماله عمل لك ايه تاني؟ يعني بصي احنا في ايام مفترجه وفي رمضان، عماله اقول له العيال نفسهم يفطروا معايا، ولا يقول لي ماشي حاضر وماله، لا يقول لي وماشي وماله حاضر يفطروا، ويتهرب ويقول لي ويقفل طب ما يمكن عنده شغل. طب والعيال دي ذنبها ايه؟ عمالين يزنوا عايزين يفطروا ما مع هو ابوهم. طول النهار يا منى شغال، طول النهار بينزل الصبح، بيجي امتى؟ ده بيجي على ضربة المدفع يا منى. هكلمه يا منى يا غاده احنا منفصلين. طب كنت جبتيهم معاكي وهو بينزل يفطر معانا ويفطروا معاه. انا اتكلم قدامهم؟ ما انا جايه اهو النهارده اهو. ينفع اتكلم قدامهم في الكلام ده؟ ما ينفعش. اولا احنا منفصلين، كل واحد في بيت. لو هو كان عايش معانا كان ممكن ماشي، انما دلوقتي احنا كل واحد في بيت. اقول لهم ايه؟ العيال كبار في اعدادي، مش هما صغيرين هتضحكي عليهم بكلمتين، العيال كبار. طب ما انت يا منى اتيهم هنا وهو بينزل عند اخته على ضربة المدفع من انا فوق. اللي هجيبهم وهو اللي ياخدهم معاه. هو اللي لازم يجي يفطر معاهم. وحاجه تانية بقى كمان. اخوكي يا بنتي شغال طول النهار. يا غيده بس استني. وحاجه كمان يا زوزو. خير يا رب. بقول له على هدوم العيد. هو من حقهم يجيبوا هدوم؟ لا مش عايز يجيب هدوم عيد. انت ايه رايك بقى في الموضوع ده؟ طبعا. ما هو تلاقيكي يا منى اعطيكي المصروف، مش هعطيكي المصروف اول الشهر. طب ما بلاش اتكلم انا في موضوع المصروف ده. من المصروف. ما بلاش اتكلم انا في موضوع المصروف، ما انت عارفه موضوع المصروف. اخوكي كان بيبدا بصي بدأها ايوه ما يصحش، لازم يجيب لعياله هدوم عيد يا غاده. يعني انت مش شايفه الظروف اللي هو فيها؟ معلش ما هم عياله ظروف. الظروف دي ما بتجيش غير عليا انا وعيالي يا منى. ده واحد شغال على العربيه بتاعت ناس يا ماما. هو بيدي العيال كام؟ شغال على العربيه انا عيالي بتاعت ناس مش عربيته والله. وانا عيالي بياخدوا دروس ومصاريفهم ومدارس عيال في اعدادي، بيديهم 1000 جنيه كل عيل. عامل ايه بال1000 جنيه دي؟ اكل ولا شرب ولا هدوم ولا دروس ولا اعمل ايه؟ هو معاه اكتر. والله انا شايفه ان ظروفه كويسه. انا على الصور والحاجات اللي بتنزل دي انا شايفه ظروفه كويسه. انت يا غاده ضدي ولا ايه؟ انت عماله تدافعي عنه ليه؟ ما هو اخويا برضه، ما تبصيش على المظاهر. ودول عيال اخوكي على فكره، هم دول مين؟ كلمه حق يا غاده. وانا بقول كلمه حق وانا قلت حاجه؟ انت تفضيها على عيالك. لا لا لا، بعد الشر يقطع على عيالي. ايوه ما بعد الشر، ما هي ما عشان انت مش ضايقه اللي انا ضايقاه يا غاده. ماشي يا منى، احنا قلنا لك سيبيهم، انت خدتيهم. ارمي عيالي؟ انت ترضي ترمي عيالك؟ انت ترضي ترمي عيالك عندنا هتبقي بترميهم؟ وانت ترضي ترمي عيالك؟ لا ما حد يربيهم؟ يبقى اما امهم تموت يبقى تبقوا تاخدوهم. بعد الشر عليكي يا ستي انا عيالي يترموا ليه؟ يبقى لا اب ولا ام يسال فيهم. خلاص يا منى، انت عايزه ايه دلوقتي؟ انا عايزه المصروف يزيد، كل عيل ياخد 2000 جنيه بدل 1000 جنيه. عايزه هدوم العيد تيجي، عايزه العيال تحس ان ده ابوهم كده، مش يتهرب منهم. انت عايزه كل عيل 2000 جنيه وعايزه هدوم العيد؟ وهو هيجيب لك منين؟ خلاص يروح يتفق هو مع المدرسين يشوفوا الدروس بكام، عشان انا تعبت من الموضوع ده. ما هو برضو بيطلع له حاجات والعيال بتتصل بيه ويقولوا له عايزين درس، عايزين هو بيعمل لهم ايه لما بيتصل؟ انا اللي بدفع، ما بيدهمش حاجه. مش انت كمان دلوقتي نتصل باخوكي لما تنزل ونشوف هيقول ايه. ماشي دلوقتي انا زوزو انا همشي، انا سايباك الموضوع ده بالله عليكي. يعني ايه حلي الموضوع ده عشان العيال ملهاش ذنب. انا مش يعني العيال متدمرين نفسيتهم تعبانه. لا انا هتكلم معاه وهكلمك كمان. ماشي يا زوزو ماشي. السلام عليكم. خليكي انا همشي. ايه يا بنتي اللي انت فيه ده؟ ما تقولي كلمه حق. ما اخوكي بيديها ايه؟ والعيال كل شويه تتصل بيه عايزين درس عايزين. ما هو يعني مش ال1000 جنيه وبس. لا بيديهاش حاجه. انت بتشوفي ان هو ال1000 جنيه وبقى اتصلي بيه، ودلوقتي نشوف اتصلي بيه ينزل. انا هجيب تليفون. ايه يا نور؟ تعالى عايزاك. انزل تعالى عايزاك، واختك هنا كمان. يلا اهو جاي اختي. شوفي بقى هيقول لك ايه. انتي يا ساتر عليكي. ايه اللي يا ستر عليكي؟ وكلمه الحق بتزعلكوا؟ هيجيب منين؟ اخوكي شغال على العربيه عند ناس. ما هم عياله مسؤولين منه. روحي افتحي لاخوكي.
مش مسؤولين منه هما ولا هيجيبوا حد تاني يصرف عليه؟ هيقعد بقى هو اكتر من ايه كده طول النهار بره البيت. ايه يا نور تعالي. عامله ايه يا زوزو؟ الحمد لله، انت عامل ايه؟ الحمد لله. تعالي. محدش قال لها تتطلق. النصيب يا غاده. ماشي. ايه خير؟ مراتك لسه نازله مراتي ولا ايه بقى؟ طليقتك؟ وبعدين عايزه ايه؟ ايه يا نور انت اسأل ما أختك. بتديهاش مصروف ليه؟ ايه الفلوس اللي انت بتديها مين لهم؟ اللي ما بيديهاش؟ اللي احنا متفقين عليه بيوصل لها. ماشي بس دول دلوقتي في الظروف اللي احنا فيها ما يكفوش. هو مش في زياده كل سنه بتروح لها فوق الفلوس؟ عيالك مسؤولين منك انت. اهو بيقول لك زياده اهو، يعني بتديها زياده. ايوه متفقين. ايه 1000 جنيه اللي بيديها لها؟ لا متفقين. بيديها كل 1000 سنة. جنيه ما لكل هم ما عيل. كانوش 1000 جنيه. كل سنه بيزيد 100 جنيه. 100 جنيه. طب وهي 100 جنيه دي بتعمل حاجه يا نور؟ طب هو هيعمل ايه يا طب زوز؟ ما هي مش قاعده وخلاص. يا بنتي ما تقولي كلمه خير يا بنتي. هيعمل ايه يا بنتي؟ ما اخوكي يعني هيعمل ايه؟ هو لو كان لسه متجوزها كان هيقول كده ولا كان هيسمع؟ طب هو حد قال لها تمشي؟ ما هو من اللي هو بيعمله فيها. هو كله من اللي هو بيعمله. انا هجيب منين طيب؟ اهو اتفرج. اشتغل شويه كمان وتصرف وتزيها. يعني منين يعني؟ والعيال ما بيقولوا خلاص لك هو عايزين اخر يرتبوا كده. معاك، ازاي ما تروح لهمش؟ ابقى هاتهم يا نور هنا عند ماما ويجوا ما يفطروا. ياخدهم في اي حته ويفطروا سوا هيحسوا ان ما هو مصاريف يا معاه. بنتي مصاريف. مصاريف ايه؟ انت معايا ولا معاه؟ مصاريف، ما هيجيبهم هنا وهنعمله اكل زي ما بنعمله. هيروح بره هم فين عايزين هو؟ يحسوا ان عايزين يقولوا له حاجه، هم مش صغار. خدهم يا زوزو نور انت مش فطر. حاسه بالدنيا يا زوزو. لا حاسه، بس افرض هم عايزين يحكوا لك على حاجه ما ينفعش يحكوها قدامنا. هم كده كده مش قريبين مني عشان يحكوا لي على حاجه. ما هم اتصلوا بيك عشان يفطروا معاك يا نور، انت اللي مش بتفوق. بس يا نور خدهم يا نور، اسمع هبقى كلام أجيبهم، اختك هبقى وباخدهم أجيبهم. لا يوم. خدهم يا نور وانزل هات لهم لبس. دي بتقول لك عايزه 2000 جنيه لكل عيل. انت يا وليه انت استني. قاعده تسخنيه، ما هو كده مش هيجيب لعياله حاجه. طب امال هو هيعمل ايه؟ ياخد مش هي ده عياله. طلباتها؟ مش جت وقالت عايزه ياخد 2000 جنيه عياله لكل وينزل عيل يجيب لهم وعايزه لبس لبس العيد؟ ايوه ياخد عياله. يعني 2000 جنيه لكل عيل ولبس العيد. طب تاخد ال 2000 جنيه لكل عيل وتدبر عندها امورها. محاكم ده اخري. طب خد العيال. المحكمه حاكمه لها ب 500 جنيه لكل عيل يا عندها ماما. المحاكم هو هي كتر تعمل خيره اللي هي بيديها عايزاه. 1000 لكل عيل وبيدفع الدروس. ما هم عياله. الله. هم عياله مش عيال حد مش تاني. بتدفع الدروس يا نور؟ دي لففتني الدنيا وراها في المحاكم عشان تاخد الفلوس. ما خدت الفلوس خلاص. ما هي مش مكفيه برضه. طب انا اعمل ايه؟ مش حكم محكمه؟ يعني انت انزل يا نور اللي انت اسرق، بتقوله انزل ده. اسرق يا نور عشان تكفي طليقتك وتكفي العيال وعشان زوزو ترتاح. انا بقول كلمه الحق. ايوه صح، هي دي كلمه الحق. اخوك أيوة. هيعمل ايه اكتر من كده؟ ده بيشتغل. شغال عند ناس يا ماما. بيشتغل وظروفه كويسه، انت مش عارفه حاجه. خد العيال يا نور وانزل هات لهم لبس العيد وشوفها هي عايزه ايه هتفرج. بقول لكم ايه، الموضوع ده يتقفل خلاص، انا مش هتكلم فيه اتكل على تاني. الله يا ابني، اتكل على الله. يلا سلام. عاجبك انت كده؟ يعني هي جايه طالبه 2000 لكل عيل وكمان هدوم العيد، هيجيب منين؟ ما هي عارفه ظروفه. ما هو بيشتغل وظروفه. ربنا يصلح الحال يا زوزو، ربنا يصلح الحال. انا هديهم من معايا. اديهم انت بقى من معاكي، اديهم انت من معاكي يا زوزو.